عليكم غزالات ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير السفوف او الزميطه. حنا كنقولوا لها الزميطه، بلايص اخرى تيقولوا لها السفوف، يعني بالطريقه المكنسيه. ان شاء الله غادي نوريكم طريقه تحضير المقادير كامله، وغادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نجمعوا هاد السفوف ديالنا او سلو او الزميطه كيف ما كتسميوها. وغادي تشوفوا معايا الكوارث اللي وقعوا لي في هذا الفيديو هذه. دونك ما تمشيو فين، خليكم معايا. بنات هنايا الزنجلان ها هو غسلناه وصافي. يعني تتغسلوه في شي بانيو وكتبقاو تصفيوه حتى تيبقى يطلع غير الماء نقي، وكنصفيوه في هذا الصفايه تكون رقيقه باش ما يهبطلكمش مع قادوس وصافي. وكان من بعد ما تنغسلوه تنسرحوه هكا فوق شي زيف ناشف وتنخليوه حتى ينشف، وغنشوف ان شاء الله المرحله المواليه. شنو يا ولدي شنو هادشي؟ شوف شو الزنجلان وصل عباد الله شنو دار ليا. يحكي له خلى لي كيلو بيض. بالنسبه للوز البنات هنايا كنديروه كيتسلق هكايا باش يسهل علينا اننا نفسخوه. صافي من بعد كنقيوه كامل، كنديروه في شي بانيو ولا شي حاجه، يعني كنشللوه مزيان من داك الغبار او الغبره اللي كتكون فيه. صافي كان من بعد ما كنغسلوه كنديروه في شي صفايه كيستقطر، وكنبيتوه فوق شي منديل ناشف حتى تينشف تماما. لا غد ليه كندوزو باش تنقليو هذا اللوز هكايا. يعني الزيت اللي كنكونوا كنقليو فيها خصها تكون بارده، ماشي نحطوه في زيت سخونه لحقاش دغيا هنايا عندي حبه حلاوه وعندي النافع، غادي نقيهم من بعد ما ندوزهم هكا في شي غربال مزيان باش تيطيح داك الحتحيت كامل وباش تيسهل عليا التنقيه ديالو. كنقيوه وكنحيدو يعني كاع الشوائب اللي فيه وصافي، وغادي ندوزو باش غادي نحمروه حتى هو. البنات يلان خديتو حتى هو غادي ندير منه ان شاء الله في الزميطه. دونك غادي نغربلو دابا، نقيه الا كان فيه شي حجر ولا شي حاجه، حتى هو غادي يتحمر وغادي يتطحن. البنات ها هو كنحمرو انا في الفران، وخصكم تبقاو مقابلينو باش ما يتحرقلكمش. صافي حتى تيتحمر وتيتقرمل باش عاد غادي نطحنو ان شاء الله النص، والنص غنخليوه مهرمش. البنات هنايا عندي النافع وحبه حلاوه، خديت تقريبا 4 المعالق، يعني 2 المعالق ديال النافع و2 ديال حبه حلاوه، تا هما راه حمرناهم يعني بنفس الطريقه وصافي. وغادي نطحنوهم ان شاء الله. والطحين حتى هو ها هو كيتحمر. بالنسبه للطحين انا ديته للفران ولكني خلالي شويه شهب، ودابا تنزيد نحمرو هنا شويه. هنا راه عندي كوزه، يعني حبه صغيره ديال الكوزه، حمرتها حتى هي شويه، ماشي حمرتها بالاحرى يعني سخنتها في الفران باش يعني كنفرشها هكا بيد المراز يعني او المراز. صافي وغادي نطحن الكل ان شاء الله. واحد الحبيبات ديال مسكه حره، غادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال سكر كلاصي باش يعني كتصدق مزيان. بعد ما سالينا يعني التحضير ديال المقادير كاملين، غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نبداو يعني نحطوا المقادير ديالنا في القصعه. دونك هنايا الطحين اللي ديجا حمرناه، راه هنايا ما عرفتش علاش تيبان يعني باهت، راه محمر على حسب الضوء يمكن. كي قلت لكم هنا راه محمر، ضروري خصنا ندوزو في الغربال باش ما تيبقاوش هاد الحبيبات هادو هكا كيف ما كتشوفوا. شوفوا البنات هنايا كي قلت لكم غادي نحضر المقادير كامله في هاد القصيعه هادي، وغادي نذكر معكم يعني المقادير كلها اللي وجدت معكم يعني بالمراحل. عندنا هنا كيلو ديال الطحين اللي في الوسط، يعني من بعد ما غربلناه ضروري خصكم تغربلوه باش ما تيبقاش فيه هذاك التكوار ديال التحمار. صافي كنغربلوه. كنضيفوا له هنايا عندنا كيلو ديال الزنجلان، هنايا هذا راه حتى هو زنجلان، هذا يعني النص كنطحنوه هكا حتى تيولي لين، والنص الاخر تنخليه هكاك مهرمش. نفس الشيء درت اللوز، هنايا عندي كيلو ديال اللوز، النص راني هرمشته، النص يعني طحنته شويه رطب. بالنسبه لهنايا عندي البنات يلان، يعني راه معروف يلان، خديته حتى هو حمرته وطحنته هكا حتى تيولي هكا يعني رطب، غبره، هو صحي بزاف وزوين. عندي هنايا تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. انا ما كنبغيش يعني ندير الزميته تكون حلوه بزاف. المهم كاين اللي ما تيبغيش الحلاوه، واللي تيبغي الحلاوه يقدر يضيف شحال ما بغى. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال القرفه. عندي هنايا كي قلت لكم 4 المعالق مخلطين، يعني 2 ديال النافع و2 ديال حبه حلاوه من بعد ما حمرناهم وطحناهم مع هذيك الكوزه، يعني حبه ديال. عندي هنايا المسكه الحره، يعني ديك القريعات اللي كيتباعوا طويولين تاع 5 دراهم وقيله، هذيك كناخذ النص ديالها كنطحنوها هكا مع شويه ديال السكر كلاصي. وبالنسبه لهنايا عندي البنات معلقه ديال السمن، هذا اختياري، كاين اللي تيبغي يديرو وكاين اللي ما كيبغيش يديرو، هو كيجي زوين. ولكني يعني بالنسبه للبنات اللي كيرونوا الزميته بالزبده،
يعني خصهم ضروري يحتفظوا بها في المجمد، لحقاش الا بقات على برا هكا في السطل ما كتبقاش تتولي فيها واحد الريحه ما زويناش. وبالنسبه يعني باش غادي نرونها البنات، عندي هنايا الزيت. هاد الزيت هادي راه النص ديالها يعني كنت استعملته في القلي ديال هاد اللوز، يعني هي كنضيف عليها يعني زيت روميه، وبها غادي نرونوا هاد الزميطه ان شاء الله. وما تنساوش البنات يعني ضروري تضيفوا شويه د الملحه، هكا واحد نص معلقه ولا هذا ديال الملحه صغيره، ضروري باش ما كتجيناش يعني سلو ديالنا او الصفوف ما كيجيش باسل. دونك دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو نخلطوا هاد الزميته ديالنا. فبالنسبه للسمن تيعطيها واحد المذاق زوين، يعني ماشي بزاف، معلقه صغيره ديال السمن تيعطيها مذاق زوين بزاف. صافي يعني تبارك الله، راه كاع المغربيات حادقات وكاع الناس، يعني واخا يعني المقادير كتختلف من منطقه لمنطقه، ولكن راه كلشي كيعرف يدير الصفوف او سلو. كي قلت لكم يعني تيبقى الاختلاف على حسب المناطق. وصافي هادشي اللي كاين، يعني هادو من العادات والتقاليد المغربيه. يعني ضروري خصنا هكا الطبيله ديال الفطور تكون هكا فيها هذاك الطبيصل ديال سلو او ديال الصفوف. وما كتخطاناش يعني حتى في المناسبات، في السباوع ولا في المناسبات الكبار. وصافي نتمنى ان شاء الله يا ربي يوصلنا لرمضان لا فاقدين ولا مفقودين، والله يخلي لكم كل عزيز وكل غالي، واشركم مبروكه ان شاء الله. المهم حنا غادي نكملوا هذا الخلاط هكا ديال الزميته، يعني غادي نبداو نضيفوا هذيك الزويته. يعني من بعد ما كتجانس لنا هاد المقادير كامله، غنبداو نضيفوا هذيك الزويته ديالنا شويه بشويه، وغادي نبقاو نعركوا باش يعني تنحصلوا على ديك الليونه اللي كتكون في الصفوف. ولا لا يخطي علينا الامهات ديالنا واللي عنده الام ديالو متوفيه الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. ويعني حنايا ديما تتبقى الوالده هي كل شيء، فهمتوا؟ يعني واخا تكوني عارفه الحاجه ديريها ولا هذا، تتبقى يعني ديما ديك ضروري خصك الوالده تشاوري معاها وتوريك حويجات ويعني تزيد تفيدك يعني بزاف ديال المعلومات. يعني واخا نتعلموا حتى تنعياو ديما ترجعوا يعني الاصل، واللي هي الام ديالك، يعني هي اللي تتكون يعني تاخذ من عندها التجربه والمعلومات، وهي اللي كتكون يعني المدرسه الاولى اللي كتعلم بنتها الطبخ. هكا تنبقاو نضيفوا الزيت شويه بشويه حتى كتلابس لنا ديك الصفوف ديالنا. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات ديال الصفوف ديالنا من بعد ما وجدناه. يعني انا خليته هكايا في هذه القصريه هذه باش نوري لكم يعني مقدم بطريقه بلديه. وهنايا هانتوما كما كتشوفوا يعني راه الزميته جايه ملابسه. قررت انني والله تا نكمل الفيديو. هانتوما ولدي شنو دار لي، يديه في رقبتها له. ما عليناش، شوف هادشي كامل كنديرو على ود هاد الوليدات الصغار هادو، ماشي مشكل واخا خسر ليا خسر لي الفيديو ماشي مشكل يا ولدي. هذا كي قلت لكم البنات، هانتوما بغيتي نوريكم بانها يعني راه واخا تصايبوها في شي مول ولا شي حاجه، يعني باش تقدموها هكا بطريقه عصريه راه غادي تلابس معاكم يعني بهاد المقادير هادو اللي عطيتكم. وصافي يعني ماشي مشكل نتوما ماشي برانيين، يعني ماشي مشكل واخا وقع هاد الديكور هذا. هانيه وصافي. نتمنى ان شاء الله هاد يعني الصفوف اللي وجدت معكم تكون نالت اعجابكم وتجربوها يعني بهاد الطريقه هذه راه زميتها مكناسيه. عواشركم مبروكه، رمضان كريم على الجميع.